نتقاسم مع كل الحاضرين. شكرا لك أستاذ. ويعتبروا هذا الوسام وسامهم جميعا، لأننا كنا مغاربة، كون كانوا في عمري كلهم كانوا في المسيرة الخضراء. أكيد أكيد أكيد. القضية الوطنية ديالنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله استطاع يقلب الموازين ديال العلاقات الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء. وباش ما نمشيوش طويل، أولا رجع الاتحاد الإفريقي، لأن كنا غادرنا الاتحاد الإفريقي في واحد الظروف سياسية ودبلوماسية معينة. هو بذل واحد المجهود كبير وآمن بأن المستقبل مع إفريقيا، والأطروحة ديالو الدكتورة ديالو صوبها حول إفريقيا وحول المغرب العربي وحول. إذا هذا الإصرار على إفريقيا عطات واحد العدد من النتائج. لذلك قفز واحد حاجة إضافية، وإلا عقلتي هذه 3 سنين تيدير واحد الخطاب وتيقول العلاقات بيني وبين أي دولة تدوز من المنظار ديال الصحراء. وسحبنا السفيرة ديالنا من مدريد، وسحبنا السفير ديالنا من باريس، وسحبنا السفيرة ديالنا من ألمانيا. وأنا عندي أصدقاء اللي تنعرفهم هذه من القرن الماضي إلا بغيتي تقول قالوا لي ودي اش تدير السيم، يعني واش تديروا، راكم تضربوا في أوروبا، راه هادشي كله غادي يرجع عليكم. لكن الحكمة ديال الملك والجرأة ديال الملك والذكاء ديال محمد السادس خلانا نديروا واحد الخطوات اللي ربما ما كناش نضطروها. وجاو الدول الكبرى كلها كانت خطوات محسوبة. اولا جا الاعتراف الامريكي، الاعتراف الاسباني، الاعتراف الفرنسي، الاعتراف البريطاني، الاعتراف الالماني. الان كاين اكثر من 130 دوله تعترف بمغير الصحراء. استاذ طالب، تعليقك على الامور اللي تكلم عليها استاذ صديق معنينو. في الحقيقة على أنه الأستاذ معنينو هو له باع واسع في هذا الميدان، ولكن نؤكد مسألة أساسية جدا والكل يعلمها، وهي أن الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك نصره الله دبلوماسية هادئة لكنها مثمرة. هذه الثمار تظل منحبسة عن العموم حتى نلمس نتائجها، فكلنا يحاول أن يقطف تلك الثمار. فهذه الدبلوماسية التي جعلت وحدة وطنية كافية وتامة وجريئة في نفس الوقت. وعندما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية فالصحراء مغربية لا رجعة في ذلك. تماما.